نحن على جاهزية تامة على مدار الساعة إن شاء الله بطوارئ الشتاء. طواقمنا كلها مستعدة، مضخاتنا جاهزة المتنقلة 5 مضخات، المضخات الرئيسية الحسبة والمحطة الوفية جاهزين. قمنا بالكثير جدا من الاستعدادات لموسم الشتاء، وها هي الأمطار تتساقط والجهوزيات على كامل الاستعداد، الطواقم الفنية. قمنا ببعض الإجراءات الهامة والضرورية، ومن ضمنها توظيف جاريات مياه الأمطار لتستوعب أكبر قدر ممكن من المياه المتساقطة. كما قمنا بتجهيز مضخات الصرف الصحي. هذه المضخات هي على كامل الجهوزية، تم تزويدها بالوقود الكافي لتشغيلها على مدار ساعات طويلة في حال انقطاع التيار الكهربائي. كما تم تزويد المناطق المنخفضة بعدد من أكياس الرمال. نحن في مصلحة المياه وبلدية خان يونس قد تم تجهيز الطواقم الفنية للاستعداد لموسم الشتاء. جاري العمل الآن من خلال مشروع لتطوير بركة حقي الأمل لتستوعب كميات مطر لا يقل عن 1.5 مليون كوب في موسم الشتاء، والاستفادة منها في عملية تخزين وتعزيز الخزان الجوفي وتحسين جودة وكمية المياه لمدينة خان يونس. نوجه رسالة مهمة وهامة لأبنائنا في محافظة خان يونس، أننا كبلدية قمنا بالتجهيزات المطلوبة من جانبها، ونسأل الله سبحانه أن يلطف بنا وبشعبنا وأن تكون أمطار خير. كما نناشد أهلنا الكرام منع إخراج أي مخلفات أو نفايات ورميها في الشوارع، حتى لا يكون هناك انسداد في جاليات الأمطار اللي مصاف الأمطار اللي تمتص، حتى تمنع أي تجمع لمياه الأمطار خارج سطح الأرض، وبالتالي تحصل هناك فيضانات. ونسأل الله السلامة لنا ولكم أبنائنا في محافظة خان يونس.